الأول خلينا نبدأ بقصة ما قاله ترامب عن مكالمة ملك الأردن. قال ترامب إنه تحدث مع العاهل الأردني وقال له: أود منك أن تستقبل المزيد من الفلسطينيين. نقل سكان قطاع غزة إلى الأردن أو مصر. وترامب طلب ومصر طبعا هتوافق. Palestinian groups and tonight the Arab League. Now moving to the Middle East, over the weekend, President Donald Trump suggested a contentious solution to end the conflict in the Gaza Strip. Well, the US president earlier described Gaza as literally a demolition site and said neighboring Jordan and Egypt. هو مقترح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة منه لإحلال السلام في الشرق الأوسط. أنا بصراحة زعلان قوي، زعلان في الموضوع ده، لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى. واحد هيقول لي فين رأي مصر؟ من الصبح المصريين جمعاء على قلب رجل واحد. حضرات السادة، اللي هيزعل يزعل واللي هيفرح يفرح، مش مهم. هأعلن بشكل واضح اصطفافي إلى جانب النظام المصري. خان البلد اوعى تصدقه، واللي تآمر على البلد اوعى تصدقه. بمنتهى الصدق، بمنتهى الصدق، بمنتهى الخوف على البلد دي. واللي بيحرض على خراب وفوضى مصر اوعى تصدقه. اقصد مين؟ واحد منهم اهو. ده اللي انا بقصده، ده الخاين العميل المتآمر، هذا المدعو. أنا بعلن اصطفافي مع النظام المصري، وده واجب علينا، لأن الوطن والأمن القومي أكبر من أي ثأر سياسي. اللي بيقول لك إن أنا النهارده بعلن وبعلن، لا، محدش بيصدقك ولا حد هيصدقك أبدا. لن ننسى جرايمك يا محمد يا ناصر. هو مال الكلام عامل كده ليه يا عم والله سعيد العظيم النهارده؟ أنا ما فاهم أي حاجة، لأن البلح اللي عاملين يقولوا من الصبح. وسوف تحاسب يا محمد يا ناصر، وسوف تحاكم يا محمد يا ناصر. إحنا بجد خايفين على البلد دي وعلى الأرض. الأرض، الشعب، الجيش. كل يوم نقول الحكاية دي، الثالوث المقدس، الأرض، الشعب، الجيش. كل يوم نقول الحكاية دي. الفكرة ان انت واقف امام قيادة خلفها شعب عظيم. يعني استدعى الأمر إن أنا أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فستروا ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر. إيه اللي بتعمله على الأرض؟ أرض الواقع مصر والأردن بتعمل إيه عشان موضوع التهجير؟ الأمر في القطاع وفي الضفة الغربية أمر مختلف. إذا تركها أهلها فلن يعودوا لها مرة أخرى. أرض الواقع بتقول حاجتين منهم شتاء. مصر والأردن ومعهم الأنظمة العربية شاركوا في حصار غزة لكي يتم تجويعها وتركوها للجيش الإسرائيلي ينهش أهلها ويدمر أرضها وشعبها بلا نفس. في الوقت اللي كان فيه ناس من الصبح طب ايه ما نصفي لك الديون، ولا مصر بصت للموضوع ده. طب نديك ولا مصر بصت للموضوع. طب ندعم ولا مصر بصت للموضوع ده. انا مبدئي واضح. ده إنقاذ وطن. ده إيه؟ إنقاذ وطن. الثالوث المقدس اللي كل يوم لازم نقولها وناخد بالنا من الحكاية. الأرض، الشعب، الجيش. كل يوم نقول الحكاية دي، الثالوث المقدس، الأرض، الشعب، الجيش. سيناء مصرية، ولن نكون سببا في تهجير الفلسطينيين وسببا في إنهاء القضية الفلسطينية. وبالتأكيد الكلام اللي بيطلبه ترامب طلبه قبل كده الرئيس المستشار الألماني والرئيس الفرنسي وكل الأوروبيين على مدار سنة، والرئيس ترامب، والرئيس بيوضح وبيشرح المخاطر. الفكرة كلها إن نقل اللاجئين المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء ببساطة خالص ده عبارة عن إن إحنا بننقل فكرة المقاومة، فكرة القتال من قطاع غزة إلى سيناء. סיסי יש לו פה דילמה. הדילמה היא כזאת. הוא לא סובל את חמאס. בוא נגיד בשפה פחות, לא סובל אותה. זה מבחינת אחים מוסלמים, זה סכנה לביטחון הלאומי של מצרים. אבל הוא לא יכול לירות בעזתים שנכנסים לרפיח אם תהיה פעולה כזאת, כי אז הוא ייתפס כמשת"פים של ישראל. ולכן
מעל לפני השטח הוא אומר, אני רוצה להכניס כמה שיותר סיוע לעזה. בשיחות סגורות זה משהו אחר לגמרי, תראי את דבריו. مش هنسمح بحد يدخل سلاح من هنا اطلاقا. يا عم ده احنا جفلنا 1500 نفق. من اول ما الرئيس السيسي تولى المسؤوليه في مصر اتقفلت كل الانفاق. ما عندناش ولا نفق على الاطلاق. هو يعلم، لان احنا كنا ساعات برضه بننسق معاهم، داخلين عربيات، داخلين طيارات، كان فيها انفاق بتعدي عربيات. نعم. كانوا بياخدوا انابيب البوتاجاز من مصر. كانوا بياخدوا كل والعيش وكل حاجه. نعم. اتقفلت كلها واتدمرت واتشالت. وليس هناك قطعة سلاح واحدة هربت ولا حتى لقمة خبز. السيسي اللي مطلع الخارجيه تقول احنا بنرفض التهجير هو اللي محاصر غزه لسنوات طويله حصارا مفزعا من اول الانقلاب. غزه هو اللي طلع السيسي هو اللي طلع كلابه وتنهش في اهل غزه وتشوه اهلها بكل الاشكال. غزه اللي مجوعها من سنين. انا هقول لكم كلمه صعبه قوي. انا هروح من ربنا فين لو انا السبب؟ لو انا السبب في ان انا ما ادخلش لقمه عيش اقدر ادخلها לغزه, اروح من רבנה פין. עמיה, הוא מדבר במסרית מדוברת לעם, זה מדהים, וכל אני נופלת מזה, זה נשמע כמו הסרטים של מצרים, ארוך מן רבי פין, אשכרה, זה כאילו זה... הסרטים היו מצרים. אשכרה, אפשר למות מזה, כי זה כל כך לא נהוג בטלוויזיה. الامر في القطاع وفي الضفه الغربيه امر مختلف. اذا تركها اهلها فلن يعودوا لها مرة أخرى. عشان كده مصر بتقول إن التهجير بالنسبة لنا احنا خط أحمر. تحدث نتنياهو عن محور فيلادلفيا، قال لن ننسحب من محور فيلادلفيا، وإنه الحرب بالنسبة له كوم ومحور فيلادلفيا كوم. ويقول إن مصر هي اللي بتسلح المقاومة، إن حماس بتحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا. طبعا هو مش عايز اقول كذاب، عيب اقول كده. معلش حضرتك ما تقولش انا اللي هقول. ماشي. هذا كلام قليل ادب وسافل ومردود عليه. ليه النهارده بيقول كده؟ عشان خيبته الثقيله. انا قلت لك عنده مشكله، عايز ازمه كبيره. نعم. في قمه عصبيته من المظاهرات اللي عنده، شعبه ضاغط عليه والاداره الامريكيه ضاغطه عليه، واصل سلاح، مفيش سلاح بيدخل مصر، فمش بيهبل اي حاجه. اي شيء يهدد الحدود المصريه هو يهدد الامن القومي المصري، لان وجود دوله اخرى في هذه المنطقه بالذات لا يهددنا. الدفاع عن الامن القومي لدوله عربيه شقيقه والله دفاعا عن مصر. اي دوله عربيه تتعرض لاي اعتداء هو اعتداء على كل الدول العربيه. ده بيستلزم ان في قوات من عندنا لتامين اي اعمال عدائيه. لكن بقدرة الجيش اللي موجود في مصر ده ما يصحش اقول كده. والله لا يستطيع احد. حد يقول لي ايه؟ ان مصر لازم تحارب. طب ما الجيش يحارب. كان في بعض الاصوات تقول كده. يلا بقى مصر تقول. والجيش فين؟ ما يروح يحارب الجيش. فين الجيوش ونروح نحارب ونعمل وسيبونا واحنا رجاله. يلا نروح نعمل يا جماعه احنا انتوا عايزين تورطوا الجيش؟ عايز ما تروح يا سيدي تحارب، مالكش علاقه بالجيش المصري. انت في غنى عن ده اصلا وانت مش مطلوب انك تحارب اساسا. يقول لك اهجم، لا اهجم ايه يا عم؟ ليه؟ عشان نرضي حضرتك، نخربها عشان نرضيك. وكأنه الحرب دي دور ضمنة يعني. انا بلعب في حاره. احنا مش بتوع حرب واحنا مش بتوع قتال. نعم. انت لو عندك حرب الفراخ هتبقى ب 300 جنيه. لا مفيش حروب. اذا كنت تجاور بلادا بها صراعات مسلحه يبقى مش هستناك لحد ما تيجي عند ارضي. قبل ما يجي حدودنا هيكون اتدفن. لا هضربك في الارض الثانيه هيتدفن. شرعا وحقا وصدقا فرض علينا القتال. اهلا وسهلا. نحن اهل له. احنا جاهزين قوي وجامدين قوي. هنضرب ونموت ونقتل. ايوه هنعمل كده. تنشئ الدول جيوشها ليوم زي ده، وهنستخدم اقصى قوه ممكنه. ايوه. البلطجي بتاع المنطقه ده هتتعامل معاه ازاي؟ مجلس النواب يوافق على ارسال عناصر من القوات المسلحه في مهام قتاليه خارج حدود الدوله المصريه، وهنبقى رايحين دوله تانية عارفين وهنعمل كده. في ناس ما بتفهمش غير بالضرب. مش هتكلم هضرب. ما قالش انهي حدود، يعني اي حدود. لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر. ده خط أحمر بالنسبة لنا.